صدقيني محدش هيقولك الكلمتين دول، ومهما استخدمتي من منتجات مش هتعمل معاكي اي نتيجة لو معرفتيش اسباب الحبوب بتاعة الجبهة او الفسافيس زي ما احنا بنقول عليها. لازم تعرفي الاول ان اللايف ستايل بتاعك وطريقتك في الاكل من المسببات الاولى للحبوب اللي بتطلع في منطقة الجبهة. الناس اللي بتاكل اكل سبايسي، الاكل الحراق، الاكل اللي فيه املاح كتير، الاكل اللي فيه سكريات كتير، وكمان الدهون الثلاثية او نسبة الكوليسترول في الدم لو عالية هتطلع لك الحبوب اللي في منطقه الجبهه دي، واحيانا كمان بتظهر في باقي الوش. لو انت بتعملي حمامات زيوت اللي هي الزيوت التقيله اللي ما ينفعش تسيبيها فتره طويله على الشعر طويله وما بتغسلهاش بطريقه صح، فبتعمل لك حبوب تحت الجلد، لان دي اقرب منطقه من منطقه السكالب اللي هي فروه الراس. لو انت كمان عندك قشره ومش بتعالجيها تعمل لك حبوب فطريه وحبوب تحت الجلد في المنطقه دي. طيب نيجي بقى للاريا دي. الاريا دي كلها بتبقى حبوب هرمونيه، اسبابها بيبقى يا تكيسات في المبايض، يا مشكله في هرمون التستوستيرون، يا كمان عندنا مشاكل بتاعه جرثومه المعده. احيانا كمان بيبقى اسبابها انك بتستخدمي منتجات تقيله على البشره مش مناسبه اطلاقا انها ترطبي بيها بشرتك، زي البشره الدهنيه مثلا ما ينفعش تستخدم حاجات كريمي لان دي بيبقى فيها نسبه دهون بتعمل لك الحبوب اللي تحت الجلد. فانا هقول لك على التحاليل اللي ممكن تعمليها علشان خاطر تعرفي لو عندك مشكله في الهرمونات او مشكله في المعده. لما نعرف المشكله اللي عندنا ونبتدي نعالجها خلاص اي روتين هنستخدمه هيبقى افكتيف جدا معانا وهيجيب معاكي نتيجه، هيضيع لك المشكله تماما. اي بروسيجر هنعمله لازم يكون ملوش سبب عضوي بيطلع لنا الحاجات دي باستمرار، لانه مفيش منتجات هتستخدميها ايا كان مين اللي هيوصفها لك او هتجيبيها هتبقى سحر.